واضح كده إن فضايح الرياضة المصرية ما بتنتهيش، مسلسل وداير، وكل ما تنتهي حلقة منه تبدأ حلقة جديدة. وأنا مش عارفة الحكومة ساكتة ليه على المسؤولين عن الرياضة في مصر، سواء بقى المسؤولين عن اتحاد كرة القدم اللي رجعوا بفضيحة بجلاجل بعد هزيمة بالستة من المغرب، أو اللجنة الأولمبية اللي لولا الميدالية الذهبية اللي جت في آخر يوم مش عارفين كان هيبقى منظرها إيه قدامنا. الفضيحة الجديدة بقى نشرتها السباحة الشابة فريدة عثمان. السباحة المصرية فريدة عثمان بتحكي عن أسباب استبعادها من أولمبياد باريس، وبتقول اللي حصل إني ولله الحمد حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة الدوحة بدولة قطر، وكان المفروض بعدها أتأهل لأولمبياد باريس وأسافر مع البعثة، لكني فوجئت وأنا في الدوحة إنها مش بتؤهل للأولمبياد، وإنهم عايزيني أحضر الدورة الإفريقية في غانا علشان أجيب ميدالية جديدة أو رقم جديد، وقالوا لي إنها بتؤهل الأولمبياد. أنا بصراحة ساعتها قلقت لأنه سفري لغانا ما كانش ضمن الخطة، بس أنا خفت على مستواي يتأثر وقلت أسافر علشان أنا كده كده بستعد لسباق 50 متر حرة في أولمبياد باريس. بس أنا كان عندي سؤال محيرني، هل الدورة بتاعت غانا دي هتكون مؤهلة للأولمبياد ولا لا؟ هم بقى قالوا لي إنها غير مؤهلة للأولمبياد. فطبعا سافرت من غير المدرب بتاعي وقلت أهي تعتبر تمرينة وأرجع بميداليات لمصر، لكني اتفاجئت قبل البطولة بيوم إنها مؤهلة للأولمبياد. فطبعا دخلت المنافسة بدون وجود المدرب وقلت أنا أعمل اللي عليا والباقي بقى على ربنا، والحمد لله جبت رقم كويس والرقم أهلني للأولمبياد في باريس، ولوحدي كده بدون مدرب أو حد معايا. رئيس الاتحاد لما عرف إني تأهلت قال لي طبعا أنت هتسافري معانا لباريس والتصنيف العالمي بتاعك يسمح لك. فريدة بتكمل كلامها وبتقول وطبعا رجعت لمصر وركزت في التمرين لحد ما بلغوني بضرورة إني أرسل لهم سباقاتي وأرقامي علشان يحطوها على سيستم الأولمبياد، لكن للأسف بعدها مباشرة اللجنة الأولمبية المصرية بعتت إيميل الاتحاد يفيد بعدم أحقيتي في السفر من خلال التصنيف علشان دي رابع أولمبياد ليا. وطبعا حصلت دربكة وما كانش قدامي غير إني أسافر آخر بطولة مؤهلة للأولمبياد. فرئيس الاتحاد قال لي إني ممكن أسافر لروما وأشارك في بطولة روما، ولو حققت ميدالية أو رقم كبير ممكن يأهلني للأولمبياد. وبالفعل سافرت لروما، ورغم إني كنت متمرنة كويس جدا لكن لم يحالفني الحظ في تحقيق رقم كبير أو ميدالية. طبعا زعلت على نفسي وعلى اللفة اللي أنا لفتها دي، لكن سبحان الله ربنا عادل وكريم. تاني يوم بلغوني بأن اللجنة الأولمبية الدولية أرسلت إيميل يفيد بأن المشكلة اتحلت وبيطلبوا مني أستعد للسفر لأولمبياد باريس. بعدها بلغوني بأني أروح أستلم الملابس الخاصة بالبعثة المصرية واللي هشارك بيها في الأولمبياد. المضحك بقى إني اكتشفت إنهم قروا الإيميل غلط، وإن الإيميل بيقول إني مش هينفع أسافر باريس. فطبعا زعلت جدا وصعب عليا حالي من اللخبطة اللي أنا كنت فيها. فريدة بتقول عموما قدر الله ما شاء فعل، وأنا مؤمنة بأن ربنا مش كاتب لي إني أشارك في الدورة دي، بس أنا بحكي الحكاية دي علشان شايفة الناس بتهاجم اللعيبة مع إن اللعيبة بيعملوا كل اللي عليهم وكل واحد فيهم بيتمنى يشارك، وكل واحد فيهم بتبقى أمنية حياته يرجع بالميدالية. فمش المفروض إن إحنا اللي نتحاسب، واللي المفروض يتحاسب معروف، لأننا بنعمل كل اللي علينا وبنمشي المشوار كله لوحدنا، ومفيش حد بيهتم بينا غير بعد ما بنجيب الميدالية. أيوة بيهتموا باللاعب بعد ما بيحصل على الميدالية وبس، أما لو ما جبتش ميدالية فبتسافر وترجع من غير ما حد يحس بيه. والدليل إن كل اللي هيشوف كلامي ده ما يعرفش حد من ألعاب القوى إلا الثلاثة اللي رجعوا بميداليات. عموما أنا بتكلم علشان خاطر الأجيال اللي جاية، ويا ريت نتعلم من أخطائنا. فالعملية مش بس دعم مادي، الحكاية حكاية إدارة واحترافية. ده يعني لو كنا عايزين نحقق إنجازات ونتعلم من أخطائنا. ويؤسفني إني أقول هي دي النتيجة الطبيعية للعشوائيات في إدارة الاتحاد الرياضية.